السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبطال الصف الرابع الابتدائي، مرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله إحنا مش بس هنذاكر إنجليش، إحنا في مهمة رسمية داخل المطبخ. التلاجة فيها خناقة كبيرة ما بين الأكل اللي بنقدر نعده والأكل اللي مش بنقدر نعده، وكمان هناخد some وهناخد any اللي بيحاولوا يحلوا المشكلة ما بين ال countable nouns يعني الأسماء اللي بتتعد وال uncountable nouns الأسماء اللي مش بتتعد. جاهزين؟ يلا بينا. أول حاجة هنروح للجزء الأول، مملكة ال countable nouns الأسماء اللي بتتعد. بصوا كده على التفاحة دي، نقدر نقول one apple أو an apple. طب لما يكون عندي 3 تفاحات اقول 1 2 3 apples واحط لها مين؟ اس. يبقى ال1 بحط قبله يا ان يا ايه او 1، طبعا ممكن احط 1. طب الجمع الكتير اللي اكتر من 1 احط مثلا 2 3 4 وهكذا. عندي قاعدة جميلة جدا بتقول ان الحاجات اللي بتتعد اللي هي countable nouns ممكن احط قبلها a و an، تمام، وفي الجمع بتاعها احط بعدها s. مثال an apple يبقى 3 apples، a pen 2 pens، an orange 5 oranges. يبقى كده خدنا المملكة الأولى بتاعت ال countable nouns الأسماء اللي بتتعد، وقلنا القاعدة بتاعتها ممكن احط قبلها a او an والجمع احط قبله numbers. جميل. تعال نروح للجزء التاني، كوكب ال uncountable nouns الأسماء اللي ما بتتعدش. are things we can't count، أشياء مش بنعرف نعدها. زي مين؟ زي الرايس وزي السولت وزي التشيز. محدش بيعرف يعد الرايس ولا السولت ولا التشيز ولا الووتر ولا الشجر ولا الملك. هل ينفع نروح السوبر ماركت ونقول للراجل لو سمحت عايز 5 رزات؟ لا طبعا. عشان كده ده اسمه uncountable nouns يعني أسماء لا تعد. تمام؟ يعني بتعامل معاملة المفرد، بتعامل كأنها شخص واحد أو مفرد، بس ممنوع نحط قبلها لا A ولا an ولا numbers، ما نحطش قبلها أعداد وما نحطش في آخرها اس. تمام؟ تعالى بقى نروح لحاجة مهمة جدا جدا جدا. عندي تحدي اسمه تحدي البريد. يعني ايه تحدي البريد؟ كلنا بنحسب وكلنا بنفكر ان البريد بيتعد. لا، البريد مش بيتعد، وممنوع احط قبل كلمة بريد لا ايه ولا ان ولا احط في اخرها اس. امال ايه؟ ركزوا بقى شوية كده. العيش في اللغة الانجليزية مش بيتعد، عشان لازم لو حابين نعده نحط قبل كلمة بريد كلمة ألوف يعني رغيف. طب لو كتير أقول له لوفز أرغفة. طب عايز أحط عايز أقول قطعة عيش يبقى اسمها أسلايس. تعال ناخد أمثلة. بيقول لي I have a loaf of bread، عندي رغيف واحد من الخبز. طب عندي 3 يبقى she has هي لديها 3 loaves 3 أرغفة of bread. طب عايز أقول له هو معاه قطعة من الخبز يبقى he has a slice of bread.
جميل جدا جدا جدا. تالت جزء في الجرامر النهاردة صراع الجبابرة. some versus any. some ضد مين؟ any. هنسمي some المستشارة الطيبة، دي اللي بتحب المساعدة، بتيجي في الجملة المثبتة زي مثلا I have some oranges، معايا بعض الأورنجز، وبتيجي في العرض والطلب. لو أنا بعرض على حد some ice cream أقول له would you like، هل تود some ice cream. طب عايز أطلب أقول له I want some ice cream. يبقى أنا عندي أول حاجة في تحدي الجبابرة مين؟ some بتيجي في الجملة المثبتة، وبتيجي لو سؤال يبقى عرض أو طلب. جميل جدا. هنروح بعد كده لمين؟ لإني، المحقق إني. دي بقى بتيجي في حاجتين، يا إما جملة منفية زي مثلا I don't have any water، يبقى أنا مع كلمة مين؟ مع not، جبت any. يا إما سؤال عادي أقول له do you have any sugar، هل أنت عندك أي سكر. يلا بينا نروح على مملكة ال uncountable nouns عشان نجزأهم. لو أنا عايز أشتري water لازم أروح لعمه وأقول له أنا عايز زجاجة مية، فبجيب أول حاجة a bottle of، بعد كده أجيب كلمة water تبقى كلمة واحدة a bottle of water، عبارة عن زجاجة مياه. يلا بينا نتجول على باقي كنوز المملكة بتاعتنا، مملكة ال uncountable nouns. هنروح مثلا لكلمة bread، هقول له عايز شريحة من الخبز، اقول له a slice of bread. طب عايز قطعة جبنة a piece of cheese. عايز باكو بسكويت يبقى a pack of biscuits. طيب الشوكولات اقول له a bar of chocolate. طب عايز ميلك اقول له a carton of milk، يبقى الميلك نشتريه في ايه؟ في كارتون. عايز جوس اقول له a bottle of juice. عايز water a glass of water، يبقى ممكن اقول له a bottle of water او a glass of water. طب عايز اشتري رايس a kilo of rice. بعد ما خلصنا مملكة ال uncountable nouns تعال نروح على مدينة الأرقام عشان نسأل عن كام العدد، الحاجات اللي بنقدر نعدها. في سؤال سحري اسمه how many، يعني كم العدد. بص ركزوا بقى، لازم يجي بعده اسم جمع ولازم يكون بيتعد. اقول له plural countable noun، يعني اسم يعد ويكون جمع. تعال ناخد مثال يا مستر اهو how many lemons. how many lemons انا عايز اعد كم عدد الليمون، اجيب بعد how many الاسم اللي بيتعد وعادة بيبقى في اخره اس. how many lemons do we need for the lemonade، محتاجين كم عدد من الليمون عشان نعمل عصير ليمون. هقول له تعال نعد كده 1 2 3 4 5، هقول له 5 lemons، 5 ليمونات. دلوقتي المهمة الحقيقية، الباشمهندس الشاطر والدكتورة الشاطرة هو اللي يحل الأسئلة دي قبل ما أنا أحل. تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي إيه؟ I am thirsty، أنا عطشان. Can I have water؟ water
uncountable noun يعني اسم لا يعد، يبقى ان مش معانا، وحرف الايه مش معانا. يا ترى اقول له ميني؟ ده ميني مع الحاجات اللي بتتعد، يبقى برضه ميني مش معانا. طب انا لما احب اشرب ووتر قال لي تحط له ووتر في جلاس، يبقى a glass of water. انا عارف انتوا كلكم شطار وجاوبت السؤال ده صح. فكر كده في السؤال نمبر 2. we have، بص على كلمة جميلة جدا اسمها bread. فبيقول لي we have slice of bread for breakfast. slice عايز اقول له قطعة واحدة من الخبز. some معناها بعض، طبعا ما تنفعش. any بتيجي في السؤال والنفي برضو ما تنفعش. and بتيجي قبل الحاجة المفرد اللي اولها صوت متحرك، يبقى برضو ما تنفعش. امال اخد مين؟ اقول له a slice of. slice of معناها قطعة من الخبز او شريحة من الخبز. تمام. تعالوا يا ابطال نروح للسؤال نمبر 3. there are 10 around the table، موجودين حول التيبل الترابيزة. we need to put some away. ايه يا ترى اللي محطوط حوالين التيبل ويكون في 10؟ الملك ما ينفعش قبله عدد، تشيز برضو مش بتتعد، ما ينفعش احط قبلها نمبر. الووتر ما ينفعش قبله نمبر. امال ايه اللي بيتحط حوالين التيبل وبيتعد؟ يبقى chairs، يعني يوجد 10 كراسي حوالين التيبل. جمال جدا. نمبر 4 I would like، انا اود او انا احب تشيز الجبنة on my sandwich. هنستبعد كده. الآن بتيجي أو قبل الكلمة اللي بتتعد ويكون أولها صوت فاول، دي ما تنفعش. ميلك طبعا لا، جوس طبعا لا. امال ايه الجبنة بتتعمل فيها ايه؟ اقول له a piece of cheese، قطعة من الجبن. يلا بينا نروح على تاني نوع من الأسئلة read and correct. يلا بينا نروح على تاني نوع من الأسئلة read and write the correct form of the word between brackets. number 1 I have banana. عايز أقول له عندي أو معايا بنانة واحدة، هقول له بنانة بنانة. she bought، هي اشترت اورنج، عايز اقول له اشترت برتقانة واحدة. طب الاورنج اولها فاول صوت متحرك، يبقى احط قبلها ان. we need to، جايب لي كلمة loaf of bread، رغيف من الخبز. عايز اقول له رغيفين من الخبز، يبقى 2 loaves. انا عندي هنا لوف في اخرها اف، لما اجي اعمل لها جمع بشيل الاف واحط في اي اس. let's make، عايز اقول له هيا بنا نصنع ساندويتش، اقول له ساندويتش اولها صوت ساكن، يبقى احط قبلها حرف ال A. my sister bought، اختي اشترت of water. الووتر مش بيتحط في كيلو، اشترى فين؟ في بوتل، يبقى bottle of water. I bought umbrella. umbrella اولها صوت متحرك vowel، يبقى احط قبلها an عشان اقول له انا اشتريت umbrella واحدة yesterday. number 7 كنا شرحنا how many، بيجي بعدها اسم جمع يعد ومعظم الجمع في اخره اس، يبقى books. how many books are there in the library. she bought، هي اشترت milk، هقول له a carton
of milk. علبة كرتون من الميلك from the market. she ate هي أكلت. piece عايز أقول له قطعة واحدة من التشيز. طب piece أولها حرف أو صوت ساكن يبقى a piece of cheese. she has two ايه two apple لا two apples بعد ما احنا انجزنا يا اولاد وعرفنا الفرق ما بين ال countable nouns وال uncountable nouns، في النهاية هكتب لكم جملة. في النهاية بعد ما خلصنا الشرح بفضل الله سبحانه وتعالى هكتب لكم جملة في التعليقات، والشاطر يقول هنختار some ولا any. مستني اجابتكم، مستني اللايك والشير على قناتكم الجميلة نو أكاديمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.